سلام بنات مع حلقة جديدة ومشوقة من مسلسل هذيك حياتي. وغتكون البداية مع دنيا اللي غتكون حالتها حالة وغادي تقول لها خوها شنو واقع ليك. قالت لها شنو واقع ليا، هادشي وقع كله بسبب بنتك المجرمة. قال لها راه ولدات غادي نمشي نشوفوها. قالت لي المجرمة ولدات هنا، غادي يجي الضابط كيسول على الزوج ديال دنيا، غادي يقول لهم فينا هو كينان، راه هرب من الرجال ديالي. قالت ليه انا ما عارفاش فينا هو كينان، بعدوا مني حسن ليكم. وغادي تقول ليه انا ما عندي حتى علاقه بيه. قال لها قولي الا كنتي عارفه البلاصه غادي يجي عنده امير غايقولي ما تهضرش معاه بحال هكا، شوف الحاله ديالها كي دايره، حالتها النفسيه ما كتسمحش تهضر. قال لي انا جيت نهضر معاكم من الاحسن بلا ما نديها معايا، قلت نجي هنايا. وهنا غادي تدخل الزوجه ديال امير، قالت لي حنا اللي جينا بلغنا على كينان كنا مخبينه، حنا غنقولوا لك، حنا راه ما يمكنش لينا نخبيو بعد الجرائم اللي دار. وغادي يقول لهم انا غنمشي دابا، ولكن الا كانت اي خبار عيطوا عليا. غادي يقول لي الا كانت اي حاجه غادي نعيطوا عليكم. هنا غادي تبدا تبكي، غتقول انا تزوجت مجرم قاتل مأجور، كانت مأجراه الام ديالي وهي كتصرخ. غادي نمشيو عند كلثوم اللي غادي تكون حالتها حاله وكتبكي من بعد ما فقدات الجنين ديالها، ما غتقدرش تاكل نهائيا. غتقول لها السلطان حتى انا ما فيا ما ياكل. وغادي يدخل علاء اللي غادي يكون جيب لها الاكل اللي كيعجبها، جاب ليها السوشي وجاب لها جميع الاكلات اللي كيعجبوها. غادي تقولي بلا ما دير بحال هكا راك كتاديني، صافي انا ما فيا ما ياكل، بلا ما تمحر راسك وتجيب ليا هاد الشيء. غادي يقول لها شوفي حالتك كي وليتي، شحال من يوم ما بقيتيش كليتي، راه الصحه ديالك كامله غادي تمشي. قالت لي عافاك خليني بوحدي، سير دي هاد الاكل لشي جمعيه. وغادي تقول ليه شكرا ليك بزاف سلطان، غير خليها ترتاح. قالت لي هاد الاكل اللهم تصدقوا يكون على حساب الجنين ديالنا. غادي يمشي علاء وغادي يجي يانيس، غادي يقول لي تفضل دخل تاكل معانا. قال لي انا ما باغيش ناكل، انا جيت غادي نقول لكم غدا المحاكمه ديال بهار وبغيتكم تحضروا ليها، وحتى انت يا ميسون كلثوم بغيتك تجي تحضري ليها. عافاك جي. غادي تقولي كيفاش، اش هاد الجرأة اللي عندكم باغيين نجي تلتماك. بهار حطمات لي حلم الأمومة أنني نكون أم نهائيا. هي بعد 7 شهور غادي تكون أم وغادي تكون أحسن أم، ولكن أنا هاد الإحساس ما غاديش نجربه نهائيا. واش ما كتحسش بالمشاعر ديالي ولا شنو؟ واش أنا بالنسبة لكم حتى حاجة؟ غادي يقول لها راك عارفة راه كان غير مجرد حادث، راه ما كانتش باغا دير لك بحال هكاك. قالت لي حادث؟ انا كانت حياتي باغا نعطيها ليها، ولكن هي هادشي اللي دارت ليا حطمت ليا حياتي. خرج عافاك. وغادي تجري عليه وغادي تبدا تغوت. غتقولي مبغيتش نشوفك نهائيا، صافي خرج. غادي يقول لي الياس اجا ولدي انا غنخرج معاك، راه الحاله ديالها صعيبه وانا كنوعدك غدا غنقنعها. هنا غتقول لها سلطان شحال باقي ليها باش تولد. قالت ليه باقا لها 6 شهور وتولد. غادي تقول لها من هنا 6 شهور غادي تكون الابتسامه في وجهك نتيا. غنمشيو عند بهار اللي في السجن وغيبداو يعاملوها معامله خايبه بزاف المسجونات، وغيقولوا هذه قاتله الاجنه، هذه كتقتل الاولاد ديال الناس. وغيبداو كلشي يقولوا لها المجرمه قاتله الاطفال، والمجرمه قاتله الاطفال. وهنا غتنهار ما نهار غطيح الماكله من ايدها وغادي تمشي لبلاصتها بلا ماكله. غادي تجي عندهم غتقول لهم صافي حبسوا هاد الشغب. في الصباح غادي تكون المحاكمة ديال بهار وغيكون متأثر بزاف يانيس وهو كيترافع عليها. غادي يقول ليه سيادة القاضي انايا ماشي اليوم الزوج ديال بهار ولكن المحامي ديالها. انا جيت نقول لكم ان بهار ما كانتش باغا تقتلو، كانت كتدافع عليا، حيت الا ما قتلاتوش كان غيقتلني انا، وانا اللي كان خاصني نكون في بلاصة بهار، حيت هي دافعات على نفسها وعلى نفسي حتى انايا. هي ضرباتو. غادي يقول لها بهار واش نتيا عندك شي حاجه ما تضيفيها؟ غتقول لي انا ضربته 2 طلقات حيت كان باغي يقتل الزوج ديالي وكان باغي يقتلني حتى انا دافعت عليه. غادي يقول لها انت قريتي بالجرم ديالك والمحكمه قررت انها تحكم عليك ب9 سنوات سجن نافذه. وهنا غادي تكون الصدمة ديال الجميع بهذا الحكم القاسي. في الأول حكموا لها ب16 سنة ودابا نزلوا ل9 سنوات. بكاء الجميع في القاعة. وميسون غادي تكون مصدومة. غادي يجي عندها غيقولها باقي الاستئناف، غادي نستأنف القضية وغادي نخفض لك من هذا الشيء، كوني هانية غير ديها في راسك. غادي يجي عنده الضابط غيقول لي بسببك انت
وقع هاد الشي لينا، قال لي انا درت غير خدمتي، قال لي خدمتك هي تقلب على كينان. غادي تخرج هنا بهار غادي تلقى بزاف ديال الصحافة كيتسناو فيها، غيقول لها انت واش قتلتيه، علاش قتلتيه، قولي لنا الاخبار. وهنا غادي يجي يانيس وغيبدا يدفع فيهم، غيقول لهم بعدوا على الزوجة ديالي. وغادي تبدا تقول لها بهار ميسون عافاك سمحي ليا، انا ما بغيتش والو من هذا الشيء، انا كنستحق هذا العقاب، انا راه عندي عذاب الضمير ما كنقدرش نعس ملي كنتفكر شنو وقع لك. سمحي لي عافاك ميسون، هذاك راه كان غير مجرد حادث، ما عمري ما توقعت انك ما تكونيش امه. هنا انهيار ديال الياس بعد ما مشات السياره ديال بهار للسجن. وهنا كذلك ميسون غادي تكون منهارة وكتبكي، غادي يتبعها يانيس وهو كيبكي وهي كتطلع عليه من الشرجم ديالها. غادي يبانوا أن الشهور مرات بالسربة وقربت الولادة ديالها، وغادي يكونوا فرحانات بها البنات اللي معاها وكيعاملوها معاملة زوينة. وغادي تبان الصديقة ديالها اللي كتعطيها الليمون قالت لها مالكي، قالت لها كنحس بحال الانقباضات ديال الولادة، قالت لها راكي قربتي هذا هو الشهر ديالك، قالت لها شكرا حكا ساعدتيني، وهاد الليمون اللي كتعطيني راه هو اللي كيدير ليا القوة، هاد العصير راه زوين بزاف. قالت لها انت راكي بحال اختي الصغيرة وانا فرحانة لك. هنا غيعيطوا لها، غيقول لها الزوج ديالك يانيس كيتسنى فيك، غادي تخرج عنده وغيكون فرحان. قال لها جلسي ارتاحي كي دايره بنتي دينيس، قالت لي كتسلم عليك وراها ديما كتبقى تضرب ليا في كرشي. غيقول لها قالت لي راه مشاغبه، قال لها ماشي مشكل بنتي انا عجباني واخا تكون مشاغبه، وغيبقى يضحك معها. قال لها عندي لك واحد المفاجاه ميسور، راه جات وبغات تشوفك وراه فرحانه كتسناك امتى تولدي. قالت لي واش سمحات ليا، قال لها راك عارفه خاصها شويه الوقت. قالت لي واش قلتيها حتى لبابا امير، قال لها راه قلت ليه راه جاي من امريكا وغادي يجي باش يحضر لك، راه قلت لي قرب انك تولدي. قال لها شوفي راه غندير المستحيل باش تخرجي من هنايا. وهي كتهضر معاه غادي تبدا تحس بالوجع جاها، غادي تبدا تغوت بهار كتقولي غادي نولد بنتنا غادي تجي دابا. هو غيكون فرحان غيقول معيطوا على الاسعاف بالسربه، وغيقول لها انا غتلقايني في المستشفى. هنا غادي تبان سلطانة وهي هازة الفلوس باش غادا تعطيهم الممرضة باش تسرق البنت ديال بهار. قالت لها شوفي انا خايفه خالتي بزاف من هذا الشيء اللي غديري. قالت لها خليني انا نتكلف، انت ما عندك لاش تخافي، انت يا بهار من عاتك انك تكوني ام، ولكن غادي تكوني ام وغنرجع لك الابتسامه، ابتسمي عافاك، وغدير واحد الابتسامه ديال الخوف. هنا غيجي اتصال الياس وغيكونوا في الفندق، غادي يقول ليه بهار راه ديناها المستشفى راها كتولد. قال لي غنجي دابا انا وعلاء وغنجيبو معنا ميسون والخاله سلطان. غادي يقول لي يلا خاصنا نمشيو دابا. غادي يجي عندهم علاء وكذلك الياس، غيقول لهم الياس غادي نولي حفيد بهار كتولد في المستشفى. وهنا غتكون الصدمه ديال كلثوم. غادي يقول لها اخيرا غادي نولي جد. نمشيو عند بهار اللي غادي تكون الولادة ديالها عسيرة، غتجي عند الطبيبة ديالها. وهنا هاد الممرضة اللي غادي تكون هي اللي غادي تخطف الولد، غتقول لها الطبيبة انا جيت انا اللي غادي نولدك. هنا كيطلب انيس كيقول يا ربي يا ربي عاون الزوجة ديالي والمرا ديالي يا ربي. وهنا غادي تجي ميسون والنظرات ديالها هي والخالة ديالها. غادي تخرج ممرضة قالت كلشي مزيان وغادي تغمز سلطان. قالت لها اجي تبعيني، غتقول لها بنتي انا غادا خارجه، غتقول لي الياس غنخرج برا شويه وغادي نرجع. هنا كتولد بهار وغادي تكون الولاده ديالها عسيره وكتدفع وكتغوت. وهنا غادي تخرج سلطانة غادي تعطي المبلغ ديال 15,000 ليرة، غتقول لها ها هما الفلوس ديالك. قالت لها صافي غنجيب لكم البنت ولكن باغا 20,000 أخرى. قالت لها دابا واش كتبتزيني ولا شنو؟ قالت لها بغات الولية ايدي حنا علاش اتفقنا على 15. قالت لها يحسب لك انا ما عارفاك 6 شهور وانا متبعاك. اول حاجه انت ماشي ممرضه، انت هنايا كتبيع الدراري الصغار وما عندك حتى شهاده ديال التمريض، غير خدامه بحال هكاك ومدايره الفضائح في هذا المستشفى. بغيتيني نطلع عند المدير ونعاود لي عليك. قالت لها واش كتهديني؟ قالت لها قالت لها شوفي شدي هاد الفلوس وانا ما عنديش مع من نخاف، ما عرفتيش راسك مع من طحتي.
دابا ما غتشدو لا بنت لا حتى حاجه. وطلعي عند المدير، انا مستعده للسجن. قالت لها شوفي هادشي على قبل ميسون بنتي باش نرجع لها الضحكه ديالها، اما راكي تا انتي ما عارفاش مع من كتلعبي. قالت لها دابا غير خدي هاد الفلوس وغادي نزيدك فلوس اخرى، ولكن الا درتي معنا اي حركه غادا تندمي. قالت لها خدي هادو ومني تجيبي لنا البنت غتسلمي الدفعه الثانيه ديال الفلوس. قالت لها دابا هضرتي مزيان، غادي نتلاقاو في الليل. هنا غادي يجي يانس عند كلثوم، قال لها شكرا بزاف حيت جيتي، غادي تفرح بزاف بهار مني غادي تشوفك، وشكرا بزاف حيت سامحتيها. غادي تقول لي هي راه الاخت ديالي، وغيقول لها علاء التصرفات ديالك خلعوني، اشنو واقع؟ قالت لي ما واقع والو، انا مستريس يا اختي، راه باغا تولد. هنا غادي ترجع السلطانه وغادي لها بالاشاره انه تم كل شيء. هنا غادي تسمع الصوت تاع الابنه ديال بهار وولدات، وغادي نسمعوا الصوت برا، غيكونوا فرحانين كاملين. غيقولها هو الصوت ديالها، واخيرا جات بنتي دينيس، وغيعنقهم كاملين. وهنا غتبان الممرضه كتسنى باش تهز البنت. غادي تخرج الطبيبه غتقولي مبروك عليك البنت لاباس، وحتى الام لاباس عليها. وبهذا غتكون نهايه الحلقه.